الناقد الرياضي المعروف محمد لامين بن شبير. أمين، أهلا وسهلا بك. شكرا على الاستضافة. هل هي ابتسامة حقيقية أم مصطنعة؟ أكيد ابتسامة حقيقية، يعني مع ضيوف أفاضل الإخوة. شفنا اللقاء كيف أولا نغتنم الفرصة نهنئ الزميل ميدو بهذا اللقب، نهنئ كل أنصار برشلونة. كان لقاء جميل. أنا شوف صراحة قبل اللقاء والله ما كنت طامع بزاف، بعد اللقاء بريمير ميطون والله ما كنت طامع بزاف. في الشوط الأول كانوا معايا يتفرجوا، كنت نقول لهم لازم يغامر شويه، كان يفتح لعب والله غير يلقى ثغرات. برشلونه ماهمش سوليد بزاف في لا ديفونس كيما كان الحال. كي غير في الشوط الثاني تحلى شويه أنشيلوتي بعض الشجاعه، شفنا الحق الفريق حتى كان رابح فايز في اخر 10 دقائق. في الدقيقه 84 كان عادل فيران توريس بعد خطأ فادح من روديغر. يتواصل مشكل دفاع لا قبلوا خطأ فادح في المراقبة من روديغر. محمد روديغر لكن لو ما خرجش كورتوا ما كانش راح تكون خطر كبير. محمد الخطأ بدا من عند روديغر طويل بزاف، فيران توريس قصير عليه، ما كاينش كيفاش يجي موراك ويدي لك كرة هوائية. عطينا الهدف حمزة، لو كان في الأرض بالك ومن بعد عاودوا له في لاكورس. راني معاك اليوم كورتوا كان ما خرجش في المرمى ديالو. روديغر مانيش نقول لك باللي كورتوا ما ارتكبش خطا، كورتوا خرج ارتكب خطا، بصح راني نقول لك باللي الخطا المسؤوليه الاكبر تاع الخطا يتحملها حسب رايي، يتحملها روديغر اللي ما دارش تغطيه كما يجب. عطينا هدف برشلونه، هدف تعديل ظهروا دا له كره هوائيه. بعد في الشوط الثاني دار تغييرات، كان خرج لوكاس فاسكيز، دخل لوكا مودريتش ورد فالفيردي الظاهر ايمن ودخل ارض. برشلونه في الشوط الاول كان قادر يسجل بعد الهدف الاول، كان قادر يسجل هدف ثاني وهدف ثالث، ما سجلش دخل ريال مدريد سجل وزاد له هدف ثاني، وكان عرف كيفاش يسير المقابله بعد الهدف الثاني، ما يغامرش كثير في الهجوم. وكان تعاود تشوف اللقاء كيفاش راحوا الهدف الثاني، تفيق باللي بصح شكون يتحمل المسؤوليه؟ يتحمل المسؤوليه اللاعبين هما يتحملوا المسؤوليه. خطا روديغر في المراقبه وكورتوا خروج كورتوا، والهدف القاتل تاع كوندي خطا من ابراهيم دياز. كانت تمريره شوف زلق، راح حاول يروح الكره من بعد زلق شويه ريطاردا دالو الكره كوندي، كان ضغط عليه. الهدف الاول تاع بيدري يا امين، الكره ولات دوزيام بال ولات حتى واحد يضغط على 20 متر. المدافعين تاع ريال مدريد أربعة كامل كانوا مع يامال، 6 امتار، 4 كامل مع يامال وبيدري جا من الوراء وحده ولا واحد يضغط على بيدري. ولكن علاش؟ لانه كيلعب طريقه دفاعيه بزاف، حتى المدافعين اللي ريال عندهم مدريد ما يلعبش بهذه الطريقه. الحاجه المليحه اليوم انه ريال مدريد لعب مليح الشوط الثاني حتى نهايه المباراه، ولو انه ارتكب اخطاء كلفته الكاس. والحاجه المليحه ايضا انه أنشيلوتي ما داش الكاس، لو كان دا الكاس اليوم اتاكد بلي راح يزيد يبقى موسم. وهكذا هل يستحق ريال الخساره اليوم امين؟ اكيد محمد يستحق الخساره. انا في رايي لا يستحق الخساره، لعب مباراه قويه جدا. لا ترتكب اخطاء كارثيه كما هذه في هذا المستوى. ابراهيم دياز تمريره كما هذيك ما تديهاش، تلقى 3 اهداف اخي العزيز، تستحق الخساره. وما نساوش حاجه، نعم. برشلونه يستحق الفوز محمد اليوم، والمنطق منطقيا قبل بدايه المباراه برشلونه هو المرشح. نعم. نهضروا على موسم كامل. افضليه كانت لفريق برشلونه، افضليه نفسيه لانهم ربحوك في الكلاسيكو تاع الدوري 4-0، زادوا ربحوك في السوبر كوب، داو لك لقب 5-2، زادوا اليوم ترشح اليوم امين. اليوم انا نقول لك اليوم